السلام عليكم. اليوم غنديكم معايا في هذه الجوله هذه اللي مشينا نشوفوا الدلافين في شاطئ فيرجينيا بيتش كيف ما كتشوفوا. المهم هذه هي الدخله ديال الاكواريوم. هاد البلاصه هنا كاينه الاكواريوم لداخل، وكاينه في هاد الجهه هذه فين يمكن لك تركبي في هذاك الباطو كيدير بك جوله المده ديال 90 دقيقه وكتبدا من الواد وكتبقى غادي داخل حتى كيوصل للبحر. مهم صراحة داز جولة زوينة، استمتعنا، والغرض منها هو انك تشوف الدين عن قرب. صراحة زوينة بزاف واستمتعنا، وديت بنتي باش تستمتع. مهم بالنسبة الأثمنة مناسبة. إذا كان أكثر من 12 عام كتخلص يمكن $23. المهم هنا راه صورت لكم حتى في لا فيديو على بالنسبة للثمن وكل شيء. من بعد هنا ما باركينا كيف ما كتشوفوا غنمشيو باش نشدو الصف. بالنسبه للرحله يمكن احنا خدينا ديال الربعه، كاينين 3 ديال كتتسجل اونلاين في السيت ديالهم، وكاينين 3 ديال الرحلات تيدخلوا كيضربوا بك دويره وكترجع. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا شدينا الصف، وكان هذاك هو الباطو اللي غادي نركبوا فيه. عرفتش واش نسميه باطو ولا شنو غادي نسميه. لتقريب الفكره قلت لكم باطو. كيف ما كتشوفوا انا شاده باش كنت شاده الصف وكنصور، كانوا الناس قدامنا كيف ما كتشوفوا. وهذا الجو الغزال اليوم كان الحمد لله الجو ما بيش معتدل. توفيق راه كيبان لكم كياخذ تيكيت على حساب الباركينغ. مهم هادو هما المعلومات البنات بالنسبه اللي جات لفيرجينيا بيتش. هكا يمكن لها دير هذا النشاط. بالنسبه للاثمنه كيف ما كتشوفوا تقريبا 20.95 33 95 ما بين 3 سنين 11 عام، ومن 0 لعامين كتخلصي عليه $4 ويمكن شي $6 ديال الطاكس. المهم نشاط اللي زوين بزاف كيف ما غتشوفوا في لا فيديو، اللي كيقدروا وليداتكم يشوفوا الدوفان. كتسمى هاد الرحله بو الدوفان. المهم هنايا وصلنا هنا في هاد الدخله هادي. الا بغيتو تاخذوا صوره ملي كتساليو التور كتخرجوا كتلقاوها خرجاتها ليكم، ولا ما بغيتوش راه كتصوروا غير راسكم بطبيعه الحال. فكتوصلوا بكري قبل الوقت بنص ساعه باش كديروا تشاكين. هنا من الداخل كيف داير، وبدينا الرحله ديالنا. الباطو تحرك وحنايا غاديين. والله الا صراحه كدوزي بعدا كتصولاجاي كدوزي نهير غزال، وبنتي راه كتشوف كتحس بشي حاجه. ماشي هي هذيك حتى هي كتستمتع. ايوا اختي هذه هي الرحله ديالنا. نخليكم مع لا فيديو كيف ما كتشوفوا هكا. بالنسبه ملي كنكونوا غاديين هكا حتى كتدخلي للبحر، حيت هذه المشيه واد في البحر. كنكونوا غاديين تفوتوا الواد، وملي كتوصلي للبحر كتبدا كتعطيكم نصائح، كتقول لكم منين غندوزوها فين غنمشيو، ولا بان لهم الدوفان كيقول لكم شوفوا في هذه الجهه شوفوا لهاد الجهه غيبان لكم. يا اختي ديك اللحظه باش كتبقاي تسناي في الدوفان يطلع ولا يبان ليك، كتبقى ها هي كتشرح لينا دابا غادي نتجهوا غنمشيو لجهه هاد الواد غنمشيو هنا. المهم قلت لكم في ديك اللحظه وانت كتشوف انت كتسنى باش تشوف الدنافيل كتولي بحال الدري الصغير انت هاهما هادشي. كتبقى متحمس وكتقلب على الدين فين هو غادي يبان لك. وكاين الناس اللي كتجيهم الدوخه، عرفتي شحال من واحد داخ. هنايا البحر ديال اوشن فرانس كيف ما كتشوفوا كيبان الناس مبحرين هذا النهار، واخا التنين البحر عامر، حيت هاد المدينه هذه سياحيه وكيجيو ليها الناس في العطله في العطل وداكشي كيجيو ليها الناس كيف ما كتشوفوا هنايا. والبحر ديال هاد البلاصه غزال كيحمق. فواحد اللحظه كتحس براسك بحال شي فيلم، كتشوف الدلافين والدلافين قريبه ليك كيسبحوا حداك. الناس فرحانين، الاطفال كيضحكوا، كل شيء كيطلع في الافق كيتسنى يشوف الدلفيل. وكنطلبوا كنقولوا يا ربي نكونوا من المحظوظين اللي غنشوفوا الدلفيل. المهم هنا صافي يعني غنبداو ندخلوا هنا في البحر، وكتقول لنا بانه الا حسيتوا زعما بالدوخه ولا شي حاجه
يمكن لكم تمشيو لواحد البلاصه باش غادي زعما تفرغوا الطاقه ديالكم. المهم كل شيء كيصور وفرحان، واحد الاحساس غزال، خصوصا ملي كتكون هكا وسط الماء وكيبانوا لك الديور بعاد هكا والبحر بعيد عليك، شي حاجه زوينه. واش حتى نتوما كيعجبوكم بحال هاد المغامرات، تبغيو تجربوا بحال هاد التجربه؟ خليوها ليا في التعاليق، ولا اللي ديجا مجربها يخليها ليا في التعاليق. هنا صافي جات لحظه الحسم، كل شيء كيراقب بصمت كيتسنى امتى غادي يبانوا ليه الدلافين. توفيق هنا عجبو واحد اللعيبه، كيبقى يطلع الماء من ديك الجهه، قال لك غنمشي يطلع الماء من ديك الجهه باش يضربني. المهم باقي حنايا كنتسناو يا ربي يطلع الدلفين. كل واحد كلشي كيسول فينا هما الدلافين، فينا هما الدلافين، بحال زعما دايرين معاهم عقد. هنا طلع الماء على توفيق، حماق على هاد اللقطه. واحد بنيته مزقات. المهم بقينا نتسناو وشويه كلشي بدا يغوت، ها هما صافي بعادين علينا. بقينا كنتسناو يا ربي نشوفو. صافي انايا في التصوير وتلفت كنشوف بعينيا وكنصور. هنا كيبان لينا كانوا جايين هذوك اللي وريتكم، ولكن مني دازوا هادو ما بقاوش طلعوا وصافي بقاو واقفين شحال. هاد اللحظات الطبيعيه كتخلي الانسان يرتاح نفسيا، يعني واخا كتبان هو شي حاجه بسيطه، ولكن كتشد صوره جاي وكتحسي واحد الاحساس زوين، كترتاحي نفسيا. المهم بقينا كنراقبوا كنقولوا يا ربي، وكنسولوا السيده واش ما غيبانوش. هنا عاوتاني بانوا لينا ولكن بعادين، كيجيو سبحان الله بحال كيمشيو ثلاثه مع بعضياتهم. المهم ابتي كلنا كنقولوا يا ربي غير ما نرجعوش وما نشوفوهمش حتى كيبانوا لينا. واخيرا ها هما شديتهم لكم شويه، ولكن في الاخر شديت السماح حيت بقيت تنشوف بعيني انا. كنقول نشوف وعرفتي بحال شي حاجه ما نعرف شنو، يعني شي حاجه واو. كيف ما كتشوفوا عاوتاني جاو من هاد الجهه هادي، شوف بزاف ديال الدلافين تبارك الله. والله الا واحد عرفتو مباشره زعما زوينين اكثر. المهم كيف ما كتشوفوا عاوتاني بانوا لينا بعادين هنايا، ها هما كيعوموا. دابا ما بين هاد اللحظه وهاد اللحظه يعني المده ديال التور كامله 90 دقيقه. فمن مور بين هاد اللحظه واللحظه باش تهز التليفون شفتو غير كيبان شي واحد كلشي كيبدا يغوت، ها هما صافي كلشي كيهز التليفونات. في الاخر ما كنستمتعوا باللحظه، ما كنصوروا حتى هنايا ها هما كيبانوا غاديين. واحد اللحظه شديتهم مزيان. المهم راهو ما عرفتش غيبانوا لكم ولا لا، راهم غاديين وسط الماء. عرفتوا ما خليتش الصوت الحقيقي وما تسمعوا ها هما شوفوا هنا. بالنسبه للسيده اللي كتقول لينا مثلا الا بانوا ليها من الفوق كتقول لينا شوفوا مع 9 ولا مع 3. انا ما كنتش عارفه، كنقول لي كيفاش مع 3 هادو باش كيعرفوا؟ كنقول توفيق كيفاش كيعرفوهم معاش كيخرجوا. المهم هنايا من الداخل دخلت باش نرضع بنتي، وكاينه لي طواليت لداخل. عجبكم لا فيديو؟ لا عجبكم هاد لا فيديو ما تنساوش تشجعوني وتخليوا لي لايك وتعليق. والمهم كانت هذه التور ديالنا، كنتمنى نكون وريتكم شي حاجه. شكرا لكم بزاف.